السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية كيف ديما إن شاء الله. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا بسيطلات أو ميني بسطيلة صغار كيجيو أكثر من رائعين، كيجيو معلكين. أنا متأكدة إلا جربتوهم فغادي يعجبوكم. كما كتلاحظوا فغادي نبداو على بركه الله. عندي الدجاج اللي طيبته على الطريقه ديال البسطيله. شكون اللي ما كيعرفش يطيبو؟ كلنا تبارك الله كنعرفوا نطيبوا الدجاج على الطريقه ديال البسطيله، والطريقه غادي تلقاوها في صندوق الوصف باذن الله. المهم المكونات المقادير دائما كيبقاو على حسب افراد الاسره ديالكم وعلى حساب الكميه اللي بغيتو تحضروا. هذاك الشيء كيرجع لكم نتوما. عندي هنايا الدجاج اللي قطعته قطع صغيره وغادي نزول كاع العظم اللي فيه، نقيه من العظام. صافي غادي نضيف عليه اللوز مطحون. هذا اللوز مطحون حمرته في الفران وطحنته مزيان حتى كيتعلق. غادي نضيف عليهم 2 معالق ديال حليب نسلي اولا حليب كراميل على حسب المتوفر عندكم. انا كان عندي هذا واستعملته. كتجي واحد الحشوه معلكه واعره واعره، غير جربوها والله حتى غادي تعجبكم. صافي بعد ما كملت الحشوه ديالي من طبيعه الحال كنخليوها تبرد، عاد كنضيفوا عليها اللوز والحليب. هنا غادي نجيب الورقه اللي غادي نعمرها، فغادي نقطعها على 4. كنقطعوها في الاول على 2، كنعاودو نقطعوها على ونعاودو نقطعو النص على 4 حتى كنحصلوا على 4 ديال القطع. غادي نزول دوك القناه ديال الورقه باش نحاول انها تجيني مدوره. صافي غادي ناخذ واحد المقدار ديال الحشوه، واحد الكميه ديال الحشوه غادي نديرها الوسط، وغادي نبدا نجمع الاطراف بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا. الطريقه سهله جدا، وكنعاود ملي كنجمع الاولى كنعاود نجمع تنجيب القطعه الثانيه، كنعاود ندير القطعه الاولى في الوسط وكنعاود نجمع الاطراف كما كتشوفوا معايا. الطريقه سهله بزاف. وما نسيوش ديما نقطعوا هذه القناه ديال الورقه باش تجينا الورقه، باش نعطيو الشكل دائري للورقه. ومنها فاش نكونوا كنعمروا البسيطلات ديالنا، فاش نكونوا كنلمطوا البسيطلات ديالنا ما تجيش لنا فيها الورقه مدكسه بزاف وكتجي ما كيجيوش زوينين. صافي كنقصوا الورقه باش ما تكونش كثيره لداخل وكتبقى معجنه لينا من الداخل. صافي وكنحاول كنجمع القناه ديال الورقه بهذا الشكل اللي كتشوفوا. كنظن ان الطريقه راه باينه مزيان في الفيديو. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل كاع الكميه اللي عندي. هنا بغيتو دهنوا بالزبده، ممكن دهنوا بالزبده من الاول. انا ما دهنتش بالزبده، خليت حتى الاخر حتى كملت عاد دهنتهم بالزبده. وكندخلهم للفران على نار متوسطه. كنقصوا الفران وكنخليهم كيطيبوا على خاطرهم، وكنقابلوهم مره مره نطلعوا عليهم باش ما يتحرقوش لينا، نشوفوا فين وصل معاهم الطياب. صافي ونراقبوهم مزيان باش ما يتحرقوش لينا. والعافيه تكون مهيله باش يجيو لنا مقرمشين وكطيب الورقه من الداخل. باش ما الا كانت العافيه مجهده فكتشوط لينا دغيا ديك الورقه اللي الفوق. صافي واللي لداخل راه كتبقى خضراء كتبقى رطبه. فمن الاحسن ان نقصوا الفران ونخليوهم يطيبوا على خاطرهم بحال هكا. كيطيبوا كطيب حتى الورقه اللي لداخل وكيجيو مقرمشين كاملين. غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل، وغادي ندخلهم الفران يطيبوا ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا كيفاش غادي يجيو. بعد ما كملت البسيطلات ديالي في الطعمار غادي نديرهم في الطاوله، غادي ندخلوها للفران. بطبيعه الحال كنكونوا كندهنوهم. هنايا راه مشى ليا الفيديو اللي دهنت فيه البسيطلات ديالي بالزبده، بشويه ديال الزبده مذوبه. صافي غادي ندخلوهم للفران كنخليوهم يطيبوا. من بعد كنخرجوهم. انا كنزينهم شويه ديال السكر كلاصي وشويه ديال القرفه. نتوما لكم الاختيار في التزيين ديما على حسب الذوق ديالكم. ونخليكم على خير. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. نخليكم على خير، بسلامه.